ده صوره حموكشه بتاعك، وده صوره حموكشه برضو، بس ده حموكشه في الواقع وده حموكشه في المواقع. سوري، اقصد ده حموكشه في دماغك انت، يعني انت راسمه الصوره دي عنه. انا اسفه يا سيدي جيمس، انا اسفه يا ابني. وهو ده في الحقيقه. هاي جيرليز، النهارده الفيديو بتاعنا هيكون تحفه تحفه تحفه، لانه هيتكلم عن حاجه اول مره نتكلم عنها خالص خالص خالص، والموضوع ده يهمكم كلكم، مش يهم فئه معينه. احنا طبعا عمالين نتكلم وننحر في قلبنا، وازاي ابقى مثقفه، وازاي ابقى واعيه، وازاي ابقى very high valued woman، وازاي يبقى عندي قيمه واحترام للذات وثقه بالنفس وطموح وشغال على حياتي وكل الحاجات دي. واتكلمنا عن مطبات كتير في فيديوهات كتير، مش فيديوهات كتير يعني، بس اتكلمنا عن المطبات اللي ممكن تكون بتقابلنا وان احنا ازاي نتعامل معاها. النهارده هنتكلم عن مطب صعب جدا، وده انا بسميه مطب الموت. لو ما عرفتيش ازاي تتعاملي مع المطب ده، كفيل انه ينهي حياتك، كفيل ان انت توقفي فتره طويله من حياتك عاجزه ان انت تكملي حياتك، حاسه ان انت مش قادره تعملي حاجه في الدنيا، الا وهو مطب الرجال. او ماي جاد مان. ولكن هل يحب انت بتتكلمي عن الرجال the very manly men، اللي هو الرجاله اللي بجد اللي احنا بندور عليهم، ودول اللي هم بيبقوا شركاء الحياه الصح وكده؟ لا طبعا، انا بتكلم او انا هخص بالذكر كذا نوع، واول نوع هنتكلم عنه هو الانسكيور men، الراجل المش واثق في نفسه وسلامته. طبعا قبل ما ابدا الفيديو، العلاقات اللي تحت اي بند مش رسمي مش واضح مش صريح دي ما تنفعش، ودي حاجه احنا كلنا عارفينها، يعني دي الف بقى حياه، مش حاجه ان احنا اصلا محتاجين ان احنا نتكلم فيها او نبررها او نقول ليه، لانه البدايات التي لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك انت عزيزتي. يعني ما تتوقعيش ان حد يكون بيلعب بيكي، حد مش ناوي ان هو يكلم اهلك، حد ان هو مش ناوي ياخد خطوه رسميه عشانك، مش ناوي ان هو يحبك في العالم في النور. ما تتوقعيش من واحد زي ده ان هو يحافظ على قلبك ومشاعرك ووقتك. انت واحده شغاله على نفسها، عايزه تبقى طموحه اكتر، سويه اكتر، جميله اكتر، مثقفه اكتر، ناجحه اكتر في حياتها، في شغلها، في دراستها، علاقتها باهلها احسن، علاقتها مع ذاتها احسن، عندها تصالح نفسي. ففي عز ده انت نورك عمال بيزيد 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 بيزيد. ايه هو النور؟ الاورا، واحنا اتكلمنا عن موضوع الاورا ده اكتر مره، اللي هي الهاله اللي بتحيط بينا. ولكن اول درس لازم تتعلميه في الحياه، مش كل من شد نورك هيعرف يعيش فيه، مش كل من شد نورك هيقدر يستحمله، مش كل من شد نورك هيقدر يتعايش ويقدر قيمتك. وده اللي بيحصل بالظبط مع الانسكيور. فالنوع ده بدل ما يقدرك ويقدر قيمتك، هو عايز يعمل العكس، عايز يقضي على قيمتك، عايز يقضي عليك انت شخصيا. يعني هو لو يطول يقضي عليك انت شخصيا هيقضي عليك انت شخصيا، ولكن هو مش هيخش عليك يقول لك انا توكسيك مان، انا انسكيور مان. هو في البدايه، ودي بقى انا بالنسبه لي دي بسميها لعنه البدايات مش حلاوه البدايات، انه يبقى داخل عليكي باللاف بومينج. ايه هو اللاف بومينج؟ 24 ساعه رسائل، 24 ساعه كولز، 24 ساعه كلام، انا العاشق الولهان، انا هعمل لك، انا هسوي لك، انا مديكي وقت ومديكي حياه ومديكي كل الاهتمام اللي انت بتدوري عليه طول الحياه، وانت بينك وبين نفسك او ماي جاد I found the one، انا لقيت الشخص اللي انا عايزه اكمل مع حياتي. بعد شهر 2 3 نقول 6 شهور، يعني لو هو باله طويل قوي قوي قوي، تلاقي الوضع بدل ما انتوا كنتوا هنا انتوا بقيتوا هنا، تشقلب 180 درجه. لا راضي يرد، لا راضي اصلا يكلمك، لا راضي يهتم بيكي. 24 ساعه انت شكايه بكايه، 24 ساعه بيقول لك انت نكديه، 24 ساعه انت مصعبه الحياه، انت لدرجه هيخليكي تحسي ان انت اوحش انسان على وجه الارض، رغم انت ما عملتيش حاجه. وهتبقي انت الغلطانه وانت اللي بتعتذري، هتبقي انت اللي جايه على حقك ومأذيكي ومدمرك، وانت اللي بتحاولي تصلحي، وانت من جواكي حاسه ان انت بتموتي بالبطيئه. انت خلاص حاسه ان انا روحي بتسحب مني وانا عايشه على فوتات الحياه. ابسط مثال للموضوع ده ذا ويذردلس. وكل البنات اللي غالبا بيتفرجوا عليا، او كل البنات عموما اللي بيتفرجوا على النوع ده من المحتوى، عارفين ذا ويذردلس. كانت معاييرها عاليه جدا، رغم ان انا بتعارض شويه من معاييرها، لكن دي حاجه يعني دي حاجه تخصها هي، انا ماليش دعوه. لما لقيت بقى لاندن دخل لها مش بنسخته الحقيقيه. يعني لاندن لما اتعرف عليها، والكلام ده ليز عرفته طبعا بعد ما سابته، هو ما دخلش عليها بنسخته الحقيقيه، هو دخل عليها بالنسخه اللي ليز كانت عايزه تشوفها فيه. يعني هو ما كانش لاندن، هو كان النسخه اللي ليز رسماها وبتدور عليها، ودارس، اقسم بالله كان دارس، والكلام ده منها هي، كان دارس قوي هي عايزه ايه، كان دارس قوي هي عايزه راجل متفصل ازاي، وفصل نفسه
على نفس كل حاجه هي عايزاها، لحد ما ضمنها، علقها، خلى ان هي اللي بقت بتحبه اكتر منه وبقت حامل منه، وبعد كده خانها مع بنت اقل منها في كل شيء. بعت لبنت على السناب شات، بعت لبنت على السناب سنابه من اللي هي بتختفي بعد 24 ساعه دي، متخيلين؟ وعشان تبقي عارفه الراجل غالبا اصلا، يعني النوع ده من الرجال اللي هو الانسكيور من، غالبا الست اللي هيروح لها بعدك هي مش ست اعلى منك، هي ست اقل منك. عارفه ليه؟ لان دي اللي شبهه، دي اللي هو هيحس معاها بالتوافق ويحس معاها ان هو مرتاح. فتخيلوا ان هو خانها وكانت هي حامل في ابنه ولا بنته اللي عمرها تقريبا 2-3 شهور. الراجل مجرد ما يضمنك شخصيته الحقيقيه تبدا تظهر. يعني شخصيته الحقيقيه هو مش في البدايات، شخصيته الحقيقيه هي بعد 2 3 4 6 من اللي انت عارفاه. هنا هتبدا شخصيته الحقيقيه تظهر. ليه؟ لان عشان تبقي فاهمه هقول لك على حاجه، الموضوع ده مش بس على الراجل، دي على الست كمان. في بدايه اي علاقه، زواج، خطوبه، ايا كان، في بدايه اي ريليشن شيب، انتوا الاثنين بتبقوا لابسين ماسك المثاليه. انت عايزه تطلعي باحسن نسخه وعايزه يطلع باحسن نسخه، وفي الغالب يعني ممكن نقول ان في معظم الوقت ما بتبقاش النيه وحشه، ان انا عايزه اضحك على اللي قدامي، على قد ما انها بتبقى ان انا بجد مبسوطه وعايزه اطلع احسن حاجه جوايا. وعشان تبقي فاهمه الراجل بالذات نفسه بيقول لك على فكره انا موريكي احسن نسخه مني، فانت صدقيه، صدقيه ان دي احسن حاجه انت هتقابليها، اللي جاي كله سواد. ما عدا طبعا لو ايه، لو ان هو راجل حقيقي وراجل صحي وراجل ناضج واعي، مش متلاعب نفسي، مش راجل مش واثق اصلا في نفسه. دي مصيبه. انتوا عارفين البنت اللي مش واثقه في نفسها دي حاجه، والراجل اللي مش واثق في نفسه دي بلوه تانية، دي حاجه كارثيه. طب يا حبيبه، ازاي اعرف؟ trust your gut feeling, trust your intuition. ثقي في الاحساس اللي بيجيك هنا، هو بيبقى فوق المعده هنا. والله وانتوا كلكم you're gonna be related، كلكم هتفهموا انا قصدي. بيجيلك في احساس هنا، احساس بيبقى دايما جواكي في حاجه مش تمام، في حاجه مش صح، انا مش مرتاحه، انا واثقه ان لا، اكيد الشخص اللي في دماغي زوجي المستقبلي مش هيكون بيعاملني بالطريقه القذره دي. او هتلاقي في ريد فلاجز عماله بتطلع لك وانت عماله تتجاهليها، اشارات حمراء، حاجات غريبه بيعملها، حاجات غريبه يقولها وسط الكلام. صدقيني دي بوادر شخصيته الحقيقيه، دي النقط اللي بعد كده هتكتشفي انه هي دي. انا من الاول كنت عارفه، والله العظيم. هتقولي لنفسك انا من الاول كنت عارفه، انا من الاول كنت سامعه بس قافله وداني وقافله عيوني، وبس ان انا واقعه في حب البوتنشلز، او واقعه في حب اللي الشخص ده ممكن يعمل ايه، ممكن يعمل ايه في المستقبل، مش هو بيعمل ايه اصلا دلوقتي. او واقعه في حب الصوره اللي هو رسمها قدامي. وعارفه مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا مش ان احنا مش بس ما بنسمعش اللي حوالينا وقتها، احنا ما بنسمعش لنفسنا، ودي كارثه. يعني انت ما بتبقيش بتسمعي الاحساس اللي جواكي ده اللي عمال يقول لك دينج 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 دينج، انت ما دينج دينج مش فاضيه، انا مش فاضيه انا بيضحك عليا هنا شويه وجايه لكم ده بيبقى وضعك بالظبط. فنصيحه مني، لو انت مش عايزه تتوجعي، لو انت مش عايزه تتاذي، لو انت مش عايزه توصلي للنقطه اللي ما فيهاش رجوع، اسمعي للاحساس ده. هو بيبقى احساس صح 99.99.99. يا حبيبه انا مع الاسف ما الاحساس ده ما بيجيليش، اعمل ايه؟ عايزه حاجه اقوى من your gut feeling او احساسك الداخلي اللي بيقعد يقول لك دينج دينج ده. جهازك العصبي، your nervous system، جسمك. والله العظيم وانا مش مضطره احلف، انا كل فيديو بقعد اقول لكم كده، لو شفتوا كم الوثائقيات وكم الدوكيومنتريز وكم البودكاستس والكم الارتكلز اللي انا قريتها في الموضوع ده، من كتر ما هو شدني وكان بالنسبه لي صدمه حلت على دماغي، لان انا ادركت ان قد ايه انا المعلومه دي ما كنتش عارفه عن نفسي ابدا. جسمك هيرفض الشخص اللي مش صح ليكي، جسمي هيرفض الشخص اللي مش صح. ازاي؟ هتلاقي كده في شخص بيدخل حياه الست ينورها، والكلام ده صح، والله صح، ده علمي مش كلام من المريخ. هتلاقي في راجل بيدخل حياه الست ينورها، وراجل تاني هتبصي كده لصاحبتك اول ما تلاقي ان الشخص ده بقى في حياتها تعبانه طول الوقت، في المستشفى، ما بتاكلش، ما بتنامش، شكلها بقى وحش، شكلها بقى وحش، جسمها بقى. الاول البنت دي كانت مزه، شمعه منوره، دلوقتي تحسيها ايه ده، او مش عارفه مين دي. هي بنفسها البنت بقى اللي هو انا وانتي بنبقى مش عارفين نفسنا، تحسي ايه ده، في حاجات غلط. مش في حاجه غلط، انا مش تمام، انا كل يوم تعبانه، انا كل يوم بيجي لي نوبه هلع، بيجي لي بانيك اتاك، كل يوم متصابه. جهازك العصبي، شوفي اعصابك مشدوده وطول الوقت حاسه انت متوتره وبطنك مربوطه وانت بتتعاملي مع الشخص ده. عارفه وهو بيقول لك بحبك،
تحسي انت بطنك وجعاكي، والله العظيم. المجرب ولا تسال خبير. انا سائله كل اللي ممكن تتخيلوا ما تتخيلهمش في الموضوع ده. هيقول لك بحبك وبموت فيكي، تحسي انت بطنك وجعاكي، وخصوصا في البدايه، لان جسمك بيبقى عارف ان الموضوع ده مش تمام. وبتبقي لما بيحصل خناقه ولا سوء تفاهم بسيط عبيط، سوء تفاهم ملوش اي لازمه في الحياه، تحسي ان انت روحك بتنسحب منك. ودي كلها مش اشارات عبثيه، انت جسمك بيقولك احنا رايحين في 60 داهيه، انقذينا. انا كحبيبه مقتنعه اقتناع تام ان الشخص الصح مش هيجلب كم التوتر العصبي والنفسي والتعب الجسدي ده لحياتك. مفيش علاقه صحيه تخلو من المشاكل عشان تبقوا فاهمين. بس الفرق بين العلاقه الصحيه الهيلثي ريليشن شيبس والان هيلثي ريليشن شيب، والفرق بين الراجل الناضج والراجل اللي استغفر الله، هو طريقه تعاملهم في الخناقات وفي اوقات المشاكل. لما انت بتغلطي هو بيتعامل ازاي؟ بيقعد بقى يتعصب ويضرب في الحيطه ويقفل في وشك ويعمل لك بلوك ويسيبك يومين 3 4 5 10 اسبوع. ده في الانيل كمان بيبقى هو اللي غلطان ويعمل كده. ايه، هل هو اللي بيبادر؟ هل هو اللي بيحاول يصلح الدنيا؟ ولا هو عنده استعداد يبيع في اول محطه؟ هل كل شويه بقى بيقعد يقول لك انا هسيبك عشان انت عملتي الغلطه دي، انا مش طايقك، انا كارهك، انا. فطريقه التعامل في المشاكل والخناقات هي اللي تدل بقى، لان كده هتحصل مشاكل وخناقات، كده انتوا هتختلفوا. مفيش اتنين شبه بعض مليون في المية، ومفيش اتنين مختلفين عن بعض مليون في المية هيختاروا بعض. فانتوا لازم تتعلموا ازاي تلاقوا نقطه تلاقي، ازاي لما تحصل اختلاف في الراي ولا مشكله ازاي تعرفوا تقابلوا بعض، ازاي تتعاملوا ان انت وهو في طرف والمشكله في طرف تاني، مش ان انت في طرف وهو في الطرف التاني، مش كانكم بتحاربوا بعض. فالعلاقات الغير صحيه او العلاقات السامه التوكسيك ريليشن شيبس هي عباره عن هو دايما بيبقى شايف او هو دايما بيبقى مقتنع ان انت في طرف وهو في طرف وانتوا الاثنين عمالين تحاربوا في بعض. فلا، احنا مش داخلين نختار بعض ونكمل مع بعض حياتنا ونتجوز ونبني بيت واسره عشان نبقى دايما بنحارب بعض. طب ما انا قاعده في بيت اهلي في سلام نفسي وامان مش طبيعي. لا شكرا، مش عايزه. خليكي عارفه ان مفيش حاجه اسمها بيرفكت ريليشن شيب او علاقه مثاليه، لان كل اللي بتشوفوه من السوشيال ميديا ده بيبقى حرفيا 10 دقايق ربع ساعه من يومهم الكامل. بيبقى فيه ملل، بيبقى فيه زهق، بيبقى فيه مشاكل، بيبقى فيه خناقات، بيبقى فيه اختلاف في الرأي، بيبقى فيه ان هو ساعات مش طايق نفسه او هي مش طايقه نفسها، هو مضغوط هي مضغوطه، بيبقى فيه 100 حاجه. فاوعوا تتخيلوا انه اللي بيبقى موجود اون السوشيال ميديا هي دي علاقات الواقع. لا، هي وظيفتهم ان هم مع احترامي للكل وحبي للكل، هو وظيفتهم ان هم يبينوا لكم ان علاقتهم مثاليه عشان انتوا تبقوا بتتفرجوا عليهم اكتر وبتحسوا ان انتوا عايزين حاجه زي كده. وده عادي، لان دي حاجه عاديه جدا انتوا تتفرجوا على حاجه زي دي تقولوا يا رب يبقى عندي نفس اللحظات دي او نفس المومنتس دي. بس خليكي عارفه ان دي مومنتس، دي لحظات، دي مش حياه كامله. هو مش بيصحى طول اليوم يفضل يشتري لها ورد، هو بيشتري ورد مره في الاسبوع، مره في الشهر. فانت بتشوفي المره اللي في الشهر. خليكي واعيه، خليكي بجد واعيه، خليكي بتفكري، ما توقفيش ده ربنا اداهولك عشان تفكري بيه، عشان توزني امورك وتعقليها. عمرك ما هتكسبي في الحياه لو انت ماشيه بعقلك بس، وعمرك ما هتكسبي في الحياه لو انت ماشيه بقلبك بس. لازم تتعلمي توزني بين الاثنين. ليه يا حبيبه احنا المفروض نبقى بنات واثقه من نفسها وسترونج قوي ان احنا المفروض نلغي مشاعرنا؟ كان ربنا ما خلقهاش. المشاعر مش ابتلاء، المشاعر دي اجمل حاجه في الدنيا لو انت عرفتي تحافظي عليها لحد ما يجي الشخص الصح. خليكي واثقه ان انت عمرك ما هتعرفي حقيقه اللي قدامك او حقيقه اي شخص عموما، مش شرط بس حبيب ولا زوج ولا شريك حياه، حتى صحاب، حتى اي شخص مش شرط حياته في البدايه. لان انا زي ما اتكلمت من شويه ان كل واحد فينا بيبقى لابس قناع المثاليه، ولكن الوقت هو خير من يكشف هذه الاقنعه. ليه؟ محدش هيقدر يكون في جلد مش جلده لفتره طويله. ودايما في مثل مصري مش فاكراه والله، بس دايما كان بيقول لك ايه، ما تحكموش عليهم غير بعد سنه و3 اشهر او حاجه زي كده. انه دايما سيبوا وقت قبل اصلا ما تدوا فيرست امبريشن. يعني خلوا الفيرست امبريشن او الانطباع الاول بتاعكم ده يجي مثلا بعد 6 شهور. ده اول انطباع، مش فكرتك العامه، لا ده اول انطباع بس. وثقي في كلام الراجل دايما هيقول لك هو ناوي على ايه معاكي بالظبط. والله العظيم الرجاله دول ناس صريحه جدا. احنا اللي بنبقى عارفه انت كده عينينا عميان ومش عايزين نشوف الحقيقه. في راجل دايما بيقعد يقول ايه، على فكره انا بيخونك. او في راجل يقول لك انا فعلا والله العظيم انا بحبك بس انا مش جاهز ماديا، انا مش مستعد للجواز، او انا عندي كوميتمنت ايشوز او مامي ايشوز، اي كان نوع الايشوز اللي عنده. يعني عندي كوميتمنت ايشوز، مش بقدر احس بالمسؤوليه، مش بقدر اشيل المسؤوليه. صدقيني، فانا كحبيبه، انا حبيبه هيثم اهو بقول لك ثقي فيه. صدقيني، ثقي في راجل. حبيبه بتقولي ثقي في راجل، والله صدقي لما يقول لك انا مش ناوي ان انا اخد خطوه جديه او انا مش بتاع الجديه، انا عندي مامي ايشوز، انا
مش عارفه ايه، صدقيه، اسمعي الكلام، ثقي فيه في الحاله دي، لان هو بجد بجد هو فعلا مش هيجي يتقدم لك، ومش اصلا هو مش رسمك في حياته، وغالبا اول ما هيسيبك بعدها باسبوع هيخطب واحده تانية. عارفه ليه؟ عشان هو مش ما كانش عارف يختارك، هو مش عايز يختارك. انا اسفه، ده قلم قوي جدا، انا اسفه بجد، نزل على وشي، بس صدقيني هي دي الحقيقه. اما انا اديكي القلم احسن ما هو اللي يجي يديكي القلم، عشان هو مش هيديكي قلم كده، هو يعمل كده تن 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 تن. انا بديكي قلم واحد بس، اوكي؟ انا اطيب بكتير يعني. طب يا حبيب، انا لا جالي ماي جاد فيلينج كانت موجوده، احساسي الداخلي، ولا جسمي اداني اشارات. عايزه اعرف حقيقه الشخص ده من البدايه. ركزي فهو بيعمل ايه مش هو بيقول ايه. يعني ما تركزيش هو بيقول لك انا بحبك كم مره، ركزي هو قال لك انا جاي اكلم اهلك ولا لا. ما تركزيش فهو بيقول لك انا عندي طموح وعايزه ابقى نجيب سويرس، ركزي هو حاليا اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي، بيصحى من نومه عامل ازاي. ما هو اصل انت ما ينفعش البنت كل يوم بتصحى من نومها رايحه جامعتها وبعد كده رايحه شغلها، وهو بيبقى بيصحى من النوم مش عارفه الساعه 10 12 الظهر، وبعد كده يقوم يفطر، وبعد كده يروح الجيم، وبعد كده يرجع يقعد في البيت ويرازي فيكي وينكد عليكي. فما تتوقعيش ان ده هيكون حاجه في المستقبل. طريقه تعامله مع اهله مهمه جدا. الطريقه اللي بيعامل بيها اهله هو الطريقه اللي هيكون بيعاملك بيها. حتى لو كان في الاول بيشتكي لك منهم، وبعد كده بيبين لك ان هو بيحبك، هيقلب عليكي في الاخر. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. النصيحه دي ماما قالت لي اضيفها في الفيديو عشان انا كنت باخد رايها في الفيديو. ما تروحيش مع حد يقول لك تعالي نتكلم سنه 2 3 4 وبعد كده ابقى اعرف اهلك. الشخص اللي يقبل اصلا ان هو يتعرف عليكي ومن البدايه مش عنده فكره انه انا هروح اكلم اهلك لان انا كده كده عايزك، هو كده كده المفروض ان هو عايزك، هو كده كده المفروض ان هو شريكي، ففين المشكله اما اتكلم اهلي؟ فين المشكله؟ ويقول لك بقى اصلا مدرياتي وحواراتي وتعالي نتكلم سنتين 3 4 قبل ما اكون نفسي. صدقيني الكلام ده ما بياكلش عيش، وفي الاخر هيديكي بالقفا. ومفيش حاجه اسمها يكلم ماما يعرفها، يكلم بابا يعرفه. طب لو بابا مش موجود يكلم اللي هو الشخص بقى اللي مسؤول عنك. ليه؟ لانه غالبا ممكن يضحك عليكي انت ووالدتك. والله العظيم بتحصل 99%، انا ما بهزرش ومش بكذب. في الاخر هتحسب عليكي انها ريليشن شيب انت دخلتي فيها. ده غير بقى كم المشاعر المستنزفه، ده غير كم الطاقه اللي ضاعت والوقت والذكريات بقى والموف اون اللي بياخد منك وقت. واوعي تثقي في راجل، اوعي تثقي في واحد يقول لك تعالي ننزل، تعالي نتقابل، تعالي نروح. احنا بقينا في غابه، ده مش زمن عادي، احنا بقينا في غابه. وانتوا اتوقع شايفين اللي بيحصل على السوشيال ميديا، شايفين اللي بيحصل. تعالي واشوفك ممنوع. او انت تبعتي صور لحد، او انت تكلمي حد بطريقه ممنوع. ممكن تودي نفسك في 60 داهيه. انا بهزرش. لو انت مش واعيه للكلام ده افتحي تيك توك بس وشوفي اللي بيحصل. ما ينفعش باي شكل من الاشكال اكون انا صاحبه الخطوه الاولى. الست ربنا خلقها مستقبله، هي اللي بتستقبل المشاعر، هي اللي بتستقبل الاعترافات، هي اللي بتستقبل الحب، هي اللي بتستقبل. طبعا احنا بندي بس احنا مش بنبادر. يعني ما ينفعش اروح اقول لواحد اصل انا بحبك، عشان في الغالب ممكن تترفضي وساعتها هيبقى شكلك عامل ازاي. او ما ينفعش تفضلي بتجري ورا واحد حاسين من ناحيته بالرفض، ما ينفعش تفضلي تجري وراه. انت كده عماله بتقللي وبترخصي من نفسك، وانت غاليه، انت غاليه، انت قيمتك فوق. ما ينفعش ان انا اقلل منها عشان راجل. ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان افضل اتحايل عليه. عايز يسيبني، بوسه لماما، بوسه لبابا، يلا مع السلامه. حتى لو كان الحب عميني يا حبيبه، حتى لو كان الحب عميني يا حبيبه، اصل انا مضطره. ما فيش حاجه اسمها انا مضطره. قبل ما اصل انا قلت لكم شويه لازم نوزن بين مشاعرنا وعقلنا. في عندنا حب وفي كرامه. الحب ما بيقضيش على الكرامه. على فكره الحب اللي بجد هتلاقيه بيعزز من كرامتك. وفي الحالات دي انا كمان احب اصدمك بقلم كمان انه غالبا الغلط مش عليه، الغلط عليكي. لان هو موضح نيته من البدايه، هو مش مهتم، مش بيرد، مش بيبادر، مش بيتكلم. هو قال لك بشكل مش صريح بس افعاله، وانا قلت لكم ركزوا على الافعال. انا مش عايزك، I'm not interested. ولو رد عليكي عشان خاطر انت بتبعتي له، فاعرفي ان هو بس كده بيضمنك ستيب احتياطي. الرجاله زي ما احنا عندنا فكره الديدلاين وان احنا بنحط لهم ميعاد والحاجات دي وبنعمل ورقه البروس اند كونز، هم كمان عندهم خطط ومن ضمنها الستيب بيبقى عندهم تشكيله احتياطي. فانت بتبقي نازله قاعده من ضمن تشكيله الاحتياطي، شبه جافي كده بتاع برشلونه الفتره الجايه، هتبقي قاعده في الاحتياطي، مع ان جافي كمان مش هينزل احتياطي بس ما علينا. ده صوره حموكشه بتاعك، وده صوره حموكشه برده، بس ده حموكشه في الواقع وده حموكشه في المواقع. سوري، اقصد ده حموكشه في دماغك انت. يعني انت راسمه الصوره دي عنه. انا اسفه يا سي جيمس، انا اسفه يا ابني. وهو ده في الحقيقه. اوكي طيب،
انا لا، ليه بقى بيحصل ده؟ يعني ليه ده بقى ده في دماغك؟ الوقوع في حب البوتنشلز، مصيدة الحمقاء. واتكلمت عن النقطه دي 600 500 مليون 600 الف مليون مره، وابوس ايديكم وارحموني وارحموا نفسكم. حبي اللي قدامك بحقيقته، هو موريكي ايه حبي كده. لما تيجي تختاري، اختاري باللي قدامك كده، بالطريقه اللي انت شايفاها. ما تجيبيش واحد وتقولي اصل هو هيبقى ناجح، اصل هو هيبقى ابو هشيمه، اصل هو هيبقى نجيب سويرس، اصل هو هيجيب لي ولد، اصل هو هيعاملني احسن، اصل هو هيتعلم يبطل تدخين، اصل هو هيلاقي شغل. مش هيحصل. انا جايلك من هناك وبقول لك الكلام ده مش هيحصل. واسمعي مني، انا عايزه مصلحتك والله العظيم. انا مش مستفاده حاجه في النهايه، انا عايزه مصلحتك، وبقول لك مش هيحصل. لان اللي كان عايز يتغير كان اتغير علشان نفسه، مش هيتغير عشان خاطر حضرتك. مفيش حد بيتغير عشان حد، حتى لو هو العاشق الولهان المتيم بيكي، غير بقى في المسلسلات التركي او الهندي على حسب. ممكن تديني قلم كمان وتقولي لي هو انا ليه عامله في نفسي ده كله؟ هو انا ليه اختياراتي كلها، كل اختيار ده بيبقى الاولاني وده بيبقى التاني، وزي ما انت شايفه التطور شنيع؟ عشان انت يا حبيبه قلب حبيبه عندك لو سيلف وورث، شايفه ان قيمتك قليله. لا يا حبيبي ما تقوليش كده، انا من جوايا والله عارفه ان انا قيمتي غاليه. لا، خليكي صريحه. انا مش قاعده معاكي دلوقتي مش سامعه اجابتك. انت لما بتيجي تختاري الانسان ده بتختاريه بالمعايير اصلا اللي انت حاطاها في دماغك، ولا هو عشان قالك ان انا بحبك، ولا هو عشان اداكي شويه الحب والحنيه اللي انت كنتي بقالك فتره بتدوري عليهم؟ I'm sorry، انا عارفه ان ده قلم كان كبير برضه. خليكي صريحه مع حالك، اشتغلي على قيمه نفسك، واعرفي المشكله اعترفي بيها عشان تقدري تحليها. شعر. الاتنين بينهم علاقه طرديه. كل ما اشتغلتي على نفسك كل ما قيمتك عليت، كل ما اختياراتك بقت احسن. مفيش ست ناضجه وعارفه هي عايزه ايه هتختار واحد شبه ده. دي غالبا، وعلى فكره احنا كلنا كنا في المنطقه دي، يعني انتي مش لوحدك، انتي كده مش وحشه، انتي بس عندك مشكله، ودي حاجه طبيعيه هتقابلك في الحياه. يعني دي درس من دروس الحياه لازم تتعلميه، ان هو انتي تتعلمي ازاي تشتغلي على قيمتك بجد، ان انتي تعلي قيمتك عشان اختياراتك تبقى احسن، عشان اصلا الاوبشنز اللي تبقى بتجيلك تبقى احسن بكتير من الاول. وخليكي عارفه ده درس لازم تتعلميه. You don't attract what you want, you attract what you are. هقولها تاني ومش هقولها كمان مره. You don't attract what you want, you attract what you are. يعني انت مش هتجذبي الحاجة اللي انت عايزاها، انت هتجذبي الحاجة اللي تشبهلك. فانت لو عايزة تجذبي الحاجة اللي انت عايزاها لازم تكوني تشبهها. لو عايزة تجذبي راجل ناجح طموح واثق من نفسه صحي وناضج وواعي وعنده ذكاء عاطفي، يبقى انت لازم تكوني امرأة ناضجة وطموحة واثقة من نفسها وجميلة وذكية وعندها ذكاء عاطفي. والله العظيم انا بقول لكم شويه كلام من دهب. انا قاعده انا كبالكم 12 صفحه اتحداكم تلاقي واحده بتقول الكلام اللي انا بقوله. 12 صفحه قاعده فوق ال 12 ولا 14 ساعه بتكلم بس مع نفسي. علاقاتك هي انعكاس لتقديرك لنفسك، علاقاتك هي انعكاس ليكي. عايزه تعرفي الواحد او عايزه تعرفي حبيبه دي شايفه نفسها ازاي؟ بصي على المحيط بتاعها، بصي على علاقاتها، بصي على اصحابها، بصي على الناس اللي في دايرتها. لو لقيتيهم ناس كويسين، ناس واو، اعرفي ان حبيبه واو او حبيبه شايفه نفسها واو. لو انت بينك وبين نفسك حاسه ان انا امراه ذات قيمه منخفضه، هتفضلي بتختاري دايما الرجال ذوات القيمه او ذوي القيمه المنخفضه. لو انت امراه شايفه نفسها او بنت شايفه نفسها انا ذات قيمه عاليه، انا جوهره، هتفضلي محافظه على مشاعرك لحد ما يجي الجوهر اللي يخطفك. زي يعني انتوا الاثنين تبقوا شبه بعض. لو كنتوا اتفرجتوا على البودكاست، مش بودكاست، لو كنتوا اتفرجتوا على الانترفيو اللي كانت اتعملت مع كيندل جينر، في جمله مشهوره قوي لكيندل جينر كانت بتقول ايه؟ I don't chase, I attract. What's meant for me will simply find me. يعني انا مش بجري ورا الحاجه، انا بجذب الحاجه. فهي هنا شغاله بايه؟ بقيمه او بفكره ايه؟ ان انا هفضل اعلي من قيمتي ومن قيمتي علشان خاطر اجذب. انا بس ابقى قاعده كده وانا بجذب اوريدي الشخص اللي هو انا شايفه ان هو يستحقني من بعيد. انا قاعده شغاله على قيمه نفسي، وفي نفس الوقت انا عماله عارفه ان الحبل بتاعي عمال يقرب الشخص ده، يقرب الشخص ده، يقرب الشخص ده، كل ما قيمتي عماله تعلى. في يوتيوبر اجنبيه تانية قالت جمله حلوه برضو: I don't chase, I replace. وهنا هي بتتكلم عن ان انا مش هطارد الحاجه اللي بترفضني، انا هستبدلها.
انا مش هقعد اجري ورا حاجه هي مش عايزاني. انا بقى كحبيبه حابه اضيف جمله ثالثه جنبهم واقول I don't chase I choose. الحياه اختيارات، والراجل او شريك الحياه او علاقاتك عموما هي اختيارك انت يا حبيبه قلبي، فاحسني اختياراتك. علاقات السوشيال ميديا ممنوعه منعا باتا باي شكل من الاشكال، لان دي اسوأ 100 مليون مره، وعمرك ما هتعرفي حياه اللي قدامك، وهيفضل بيقنعك بحاجات مش موجوده، وممكن بعد كده تكتشفي بلاوي سودا. فامنعي الموضوع ده منعا تام. مهما كانت مشاعرك رايحه ناحيه الشخص ده امنعيها منع تام. ممنوع. علاقات السوشيال ميديا هي عباره عن اتنين ورا الشاشات، عمرك اصلا ما هتتعاملي مع الشخص ده. حتى لو انت في بالك هتقولي اصل بعد وقت كده كده هو هشوفه وبتاع، هتشوفيه ازاي؟ اكيد هتشوفيه بطريقه مش تمام، او بطريقه فيها عدم امان ليكي. حاجه كمان، خليكي عارفه ان اختياراتك الغلط او الشخص الغلط هو واقف في طريق زوجك المستقبلي. اقول لك، هو مش ربنا كاتب لكل واحده فينا نصيب؟ لو انا عماله اختار اختيارات غلط، انا واقفه في وش نصيبي، انا واختيار الغلط واقفين في وش نصيبي. فانا اعمل ايه بقى؟ get rid of the wrong choice حبيبه قلبي. سيبي الاختيار الغلط لو انت لقيتي اي حاجه من الحاجات دي، او لو انت اصلا بقيتي حاسه انه انا مش مرتاحه. فبرضو ان الراجل الصح بينور الست، والراجل الغلط بيطفيها. الراجل الصح هتلاقيه دايما بيزقك ناحيه احلامك، بيزقك كل يوم، بيسبورت يو قوي في دراستك، في شغلك، في صحابك. يقول لك انزلي مع صاحبتك، اقعدي مع اهلك. مش هتلاقيه متحكم. وخليكم عارفين الفرق بين الغيره والتحكم والشك. التلاته احنا بقينا في زمن التلاته. اصل ده من حبه فيا فهو حابسني في البيت. لا حبيبتي، دي مش غيره ولا حب، ده تحكم. اصله من حبه فيا دايما واخد باسورداتي وبيقلب في شتاتي، دي مش غيره، ده شك. فخليكم بتعرفوا تفرقوا الحاجات دي. والراجل الصح هو هتحسوا ان هو ضاف لحياه الست حاجات كتير. وركزي في كلامي، انا قلت لك ضاف مش عبى في حياه الست حاجات كتير. لان انا قبل كده اتكلمت ان ما ينفعش اصلا نفكر ندخل في ريليشن شيب وانا عندي في جوانب ناقصه في حياتي. ليه؟ لان انا كده هبقى رابطه وجود الشخص ده بالاشباع، ان هو موجود عشان خاطر يشبع النقط دي، وتبقى حرام عليكي انت كده بتظلمي الشخص ده او بتظلمي كمان نفسك. فلا، ما ينفعش. لازم قبل اصلا ما تخشي تفكري في فكره الريليشن شيبس وان انا اشوف نصي التاني في الحياه، يبقى نصك الاولاني تمام، في وضع كويس جدا، انا كويسه مع نفسي، انا مش عندي مثلا صدمات من الماضي بسبب اهلي وبسبب بابايا وبسبب امي، وانا مستنيه الراجل ده يبقى ابويا او ان هو يعوضني عن الامان اللي انا ما عشتوش. دي مش وظيفته، حرام عليك، انت كده بتحطيه في مكان مش مكانه. انت وظيفتك تبقي حاسه بالامان. هو اي نعم اكيد وظيفته ان هو يطمنك ويحسسك بالامان، بس هو مش وظيفته ان هو يعالج لك جروح الماضي. لان انت برضه في نفس الوقت، احنا مش دكاتره، احنا ما بنخشش العلاقات او ما بنرتبطش او ما بنلاقيش شريك الحياه ونتجوز عشان خاطر نبقى دكتوره. احنا شركاء في الحياه، مش معالجين نفسيين، مش معالجين صحيين. فرقوا عشان احنا دي غلطه عندنا كبنات اكتر من الرجاله. انت اهو وهو اهو. انت كل يوم عماله تديله حب، اهتمام، حنيه، رعايه، كل حاجه، عماله تسمعي مشاكله وتحلي له حياته، منكد عليكي، معيشك في هم وغم وتعب نفسي مش طبيعي. فانت عماله ايه؟ كل طاقتك اللي في كوبايتك دي انت عماله تصبيها عليه. دلوقتي هو طاقته مليانه، هو في احسن حالاته. وعلى فكره هتلاقي دايما ان الراجل ده طول ما انت في حياته بتبقى تحفه، لان هو بيتغذى على طاقتك. انت بقى دلوقتي بقيتي انسانه مهمشه مهشمه، بصي ضعيفه، لو عملت كده تتكسري. مجرد بقى ما انا اطلع من حياته انا عماله اخد الطاقه بتاعتي اهو وخدتها، هو بقى ايه؟ مهمش، رجع لحياته. فدايما هتلاقي الراجل الضعيف ده اللي بيبقى عايش على طاقتك، اول ما طلع من حياته هتبصي له كده، انت كنت شايفاه كده في الاول، هترجعي تبصي يا نهار ابيض، هو انا ازاي كنت بصاله؟ ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ليه؟ مرايه الحب اتشالت وانا دلوقتي شايفاه بعيون الحقيقه، بعيون خاليه من المشاعر. عشان تبقوا فاهمين دي حاجه طبيعيه. انا في مره شفت بودكاست لجورجينا وكريستيانو، فكريستيانو بيقول لها ان انتي حلوه قوي. عارفين جورجينا ردت عليه قالت له ايه؟ قالت له، ما قالتلوش بقى انا عارفه اصل انا سوي جورجينا، اصل انا جورجينا الكلام ده. قالت له عشان انت شايفني بعيون الحب. فاحنا دايما لما بنحب حد عيون الحب بتاعتنا هتحسنه قوي، هتخليه احلى واحد. ودي تنفع لو هو بجد انسان صحي. يعني دي برضو من الميزات اللي ما ينفعش تستخدميها مع اي راجل. بلاش دايما حاطه في دماغك ان انت عايزه تنقذي حد هو اصلا مش عايز ينقذ نفسه. I said what I said.
وخلي بالك ان الشخص السام هو فنان في قلب الترابيزه، فدايما هيطلعك انت الغلطانه وهيوصل لك احساس ان انت غلطانه، وهيبقى عنده كميه تلاعب نفسي وعاطفي ذكي بطريقه انه دايما هيخليكي واثقه 100% ان انت الغلطانه، وتبقى قاعده تحكي لاصحابك ان انت الغلطانه، وبعد ما تسيبوا بعض هتقعدي تقولي لنفسك يا نهار اسود بقى انا كان بيعمل فيا كل ده وبقول على نفسي غلطانه. حاجه مش معروفه لسه، ونفسي اعرف احنا ليه كبنات ما تقبلناش وما دخلناش في قاموسنا accept the rejection. تقبلي الرفض. لما تلاقي في واحد بيرفضك عادي، ما هو اصل انت بترفضي ناس كتير في حياتك عشان هم مش مناسبين ليكي، عشان مش حاسه بمشاعر ناحيتهم، فلما تلاقي برضه راجل نفس الشيء خلاص، ده مش معناه ان انت وحشه ومش معناه ان هو وحش، ده مش معناه ان انت قيمتك قليله هو اللي قيمته عاليه، هو معناه بس ان انتوا مفيش بينكم نصيب. فتقبلي الموضوع ده عشان ما تتعبيش وتفضلي بتحبي من طرف واحد. اوعي تحبي من طرف واحد، عشان هتبقي عامله شبه اللي عماله تملى في جردل المخروم، عماله تحطي وقت ومشاعر وعمر على حاجه عمرها ما هتبقى ليكي، وتفضلي تقنعي نفسك بالنظره بالاي كونتاكت اللي بيحصل مره كل سيزون. والله لو انك فصل الشتاء كان زمانك مطرتي اكتر. ما علينا، فبلاش اللوف فروم وان سايد، مش عايزينه، شكرا. تعلمي برضو اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده to fill your cup first. دايما لازم كوبايتك تبقى مليانه من اهتمامك بنفسك، تقديرك، شغلك على نفسك، وقتك لنفسك، كل حاجه تبداي تديها لنفسك وتشبعي الجوانب الكتير اللي في حياتك، ساعتها تقدري تحبي بجد. في النهايه حابه اقول احفظي مشاعرك، قلبك، وقتك، قدري نفسك، اعرفي مين اللي يستاهل الحاجات دي ومين اللي ما يستاهلهاش، والله في سمان. لو عرفت انه في واحده فيكم بتعيط كده ولا كده همسك هرنها علقه. مش معنى ان انت حصل لك اي تروما او اي اختيار غلط ان انت انسان مش enough او ان انت مش كافيه او انت ما تستاهليش الحب. you're full of life to be someone's maybe. يعني انت مليئه بالحياه عشان تكوني مجرد اختيار بالنسبه لحد. قدري قيمه نفسك بس. I love you all. thank you for the sweetest messages اللي بجد جات لي على الفيديوهات اللي فاتت واللي جات لي على الانستجرام. متنسوش تتابعوني على الانستجرام يا جماعه بليز، عايزه اوصل 30,000 اون يوتيوب قبل نهايه شهر 10، فان شاء الله نقدر نحقق الهدف ده. فمتنسوش تعملوا سبسكرايب لايك لو عجبكم الفيديو، تكتبوا لي ايه الافكار اللي انتوا حابين نتكلم عنها تاني. بس see you later alligator. bye.